اخر فيديو هعمله عن بطولة افريقيا، ونرجع بقى للمناوشات بتاعة الدوري المصري والدوري المغربي. في ناس طلبوا مني اخوة اعزاء مغاربة ان انا اتكلم عن كرة في المغرب كدوري وكده، وعناية ليكوا طبعا. اخر رسالة هقولها عن البطولة، ورسالة للاشقاء المغاربة وللمصريين طبعا. الموضوع هيخلص كده كده. المصريين غلطوا والمغاربة غلطوا. عامة حاجة واحدة بس هقولها، عشان أنا انتقدت حسام حسن بشدة، ولكن هو في حاجتين كده منسوبين ليه هم دول غلط تماما. هو لا قال الناموس، موضوع الناموس إنه أثر علينا، ولا قال على الفنادق بتاعتكم بنسيون خالص. هو قال حاجات ليها علاقة بين السفر وقبل الماتش بيومين وهم لعبوا بعدينا والكلام ده، وأنا قلت إن دي حجج. ولكن هو تم الافتراء عليه في حاجات، برضه هو غلطان في حاجات، ولكن تم نسب اليه حاجات هو ما قالهاش. افتكروا حاجة واحدة يا جماعة، حاجة واحدة بس، ان دي لعبة، احنا في الاخر بنلعب. حط دي في دماغك بجد. فما تخليش اللعبة تعمل فينا كده. الموضوع مش مستاهل، الموضوع هيعدي. افتكر اللي حصل في 2009 من 17 سنة في ام درمان بين المصريين والجزائريين، والموضوع كان محتقن ازاي، كان اضعاف اللي بيحصل النهارده. والموضوع عدى واتنسى واتحل وكله تمام، وفهمنا ان الموضوع كان فيه جزء من تمثيل والكلام ده. فما احبش ابدا ان ده يحصل من المصريين اللي طبعا شمتوا في المغاربه بشكل مبالغ فيه، ولا بالمغاربه اللي فيه تعالي برضو في كلامهم وطالبين ان هم يروحوا يلعبوا في اوروبا. واحنا حاولنا نخرج هذه القاره من المستنقع، ولكن ما نجحناش، فنروح نلعب في اوروبا. هو انت فاكر لما تروح اوروبا هياخدك بالاحضان يقول لك تعالى؟ ما هيقول لك انت جاي من المستنقع ده، ارجع له. انت بالنسبه لك زيه زينا، ما تفرقش عننا في حاجه. وبعدين هو هناك اللي حلو قوي، يعني انت شايف انه هناك هو ده الجنه؟ ما انت شايف هناك ايه اللي بيحصل وتفكيرهم عامل ازاي. مش عايز اتطرق لامور ملهاش لازمه وبعيده عن موضوع الفيديو. انت عارف ان اوروبا وكده مش احسن حاجه في الدنيا يعني. فمش هيتبقى غير الود والمعاملات الكويسه. المصريين اللي طلعوا من هنا راحوا البطوله، سواء انفلونسرز او حتى ناس عاديه، في ناس كتير صحابي اشادوا جدا بالترحاب والتنظيم. محمد صلاح قال ان دي احسن بطوله انا حضرتها. كل الناس اشادوا بالتنظيم، كل الناس اشادوا بالترحاب اللي جوه البطوله. كل الناس، وانتوا هتنظموا كاس عالم 2030 وهيبقى حاجه مشرفه جدا انا متاكد. وهنتقابل بعد 6 شهور في كاس العالم 2026. فصفوا النيه. الكوره مش مستاهله كل ده. اسهل حاجه امشي مع الرايجه واقول الكلام الناس بتحبه، بس انا بقول ما يملي عليه قلبي. بس كده.